لما بنحط حاجة في دماغنا بنعملها وبتطلع أحلى كمان من بره. بصوا يا بنات، الريزو وحلاوة الريزو خطير. تعالوا أقول لكم بقى عملنا العظمة دي إزاي. بصوا يا بنات، جبت أول حاجة الحلة بتاعتي ونزلت بمكعب حلو كده من الزبدة، وعليهم معلقتين 3 من الزيت كبار يا دوبك يسيحوا، وننزل بقى بيهم ببصلاية صغيرة مقطعة، وعليهم فصين توم مقطع، وعليهم مكعبين من المرقة، مرقة الدجاج يا بنات. دول الكمية ديت، مكعبين دول على كوبايتين رز، يعني كل كوباية هتاخد مكعب. بصوا هفضل اقلب فيه كده لغاية ما المكعب بس يا دوبك يفك كده ويسيح، وانزل على طول بكوبايتين الرز اللي انا غسلاهم، رز مصري عادي جدا يا بنات. بصوا انا مش هحط لها توابل ولا هحط لها اي حاجة. جبت بعد ما شوحت كده الرز شوية، هنزل بقى بمعلقتين من الكاتشب، معلقتين من الباربيكيو صوص، معلقة من الصويا صوص، كله معالق كبيرة يا بنات. واقلبهم بقى كده كويس كده واشوحهم كده مع الرز، اخلي كل رزايه تشرب من الصوص ده. وبعدين انزل عليهم بقدهم ميه يا دوبك يغطي بس الرز بالشكل ده، واظبط بقى الملح بتاعها ومش هحط لها اي حاجه تاني، يا دوبك تغلي واوطي عليها النار، هدي عليها النار خالص، وهيطلع معاكي بالشكل القمر ده. بصوا ولا لزق ولا اي حاجه، ومفلفل وشكله تحفه وطعمه خطير. وهنا قطعت عليه قطع ستريبس، انا هنزله لكم الفيديو جاي ان شاء الله. واجهز بقى الصوص اللي هيتحط عليه. بصوا يا بنات، معلقتين من الكاتشب، معلقتين من الباربيكيو صوص، معلقه من الصويا صوص، ونزلت عليهم برشه من الفلفل الاسود، ورشه من التوم البودر والبصل البودر، ومعلقه صغيره من العسل النحل، بس كده. واحطه بقى على الريزو، وهتاكلوا احلى ريزو، صدقوني يا بنات، احلى من بتاع بره كمان. يعني انا مش هظلمه واقول زيه، احلى كمان، خطير بجد يا بنات. هيعجبكم، هيعجب ولادكم، ومش هتفكروا تجيبيه من بره اساسا خالص، ومش هياخد منك اي وقت، وهيتعمل معاكي بكل سهوله. وكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص، ويا رب يكون عجبكم، وبألف هنا.